النهارده يا حبايبي عملت معاكم تفريز السبانخ بطريقه بسيطه. يا رب تعجبكم. خشوا الفيديو وشوفوا احنا عملناها ازاي. احلى تفريز سبانخ. كده يا حبايبي انا نزلت السبانخ في ميه بتغلي وطلعتها على طول وحطيت لها ميه ساقعه وصفيتها، ودلوقتي ببدأ اكيسها بقى واحط الكميه اللي هي هتكفيني في كل كيس. وكده يبقى كده خلصنا تحضير السبانخ للتفريز بطريقه بسيطه وسهله، وزي ما انتم شايفين لونها اخضر زي ما هي اهي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا عملتهم على 3 اكياس ما شاء الله. الكيس مليان. انا كمان مش مكتره فيه علشان خاطر احنا بنحط لها بتاع دوت فريك او حمص طبيخ. يعني انا متعوده احط فيها يا فريك يا حمص طبيخ، فعشان كده انا مش مكتراها يعني. بس هي كميه حلوه مش وحشه يعني. انت عايزه بقى تكتري تعبيها بالطريقه اللي انت تريحك. انا الكيلو هو كيلو وشويه يعني، بس كيلو كان حلو مفهوش مرمتش منه كتير مع طبعا الخضره. طلعوا لي 3 اكياس وبالطريقه دي ولونه اخضر وجميل اهو. كده احلى تفريز للسبانخ. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي النهارده هفرز معاكم السبانخ. عشان تفرزي السبانخ لازم تجيبي سبانخ صاحيه كده. بصوا ما شاء الله طازه لسه، دي هتبقى حلوه للتفريز. انما لو مثلا السبانخ دبلانه شويه وموجوده هي في السوق وانت محتاجاها، هاتيها عادي واغسليها واعمليها في ساعتها مش مشكله. احنا ساعات انا ساعات برش ملح على السبانخ واستنى عليها شويه واعصرها عشان تنزل الحديد، عشان الحديد بيبقى تقيل علينا فبتدبل من فعادي يعني. انما عشان تفرزيها لازم تفرزي السبانخ اللي تحسي انها كده مصحصحه معاكي كده زي دي كده. بصوا السبانخ مورقه ازاي. انا جايبه معايا شبت وكزبره، حزمه شبت وحزمه كزبره، ده كيلو سبانخ. حزمه كزبره وحزمه شبت برضو. الكزبره زي ما انتم شايفين صاحيه ازاي اهي. بمسكها بقى يا حبايبي. في بنات ما بيعرفوش ازاي يتعاملوا مع السبانخ صح، بيروحوا قاطعين الراس دي ورمينها. لا، الراس دي يا حبيبتي زي ما امنا يعني امي علمتني، الناس بتوع زمان دول اللي هم اصلا الخبره الحلوه، بتمسكي الراس بتقشريها كده اهي. بنقشرها كده اهو، انما ما بنقطعهاش وما بنرميهاش. ليه؟ الراس دي هي الحته الحمراء دي بيبقى فيها الطعم المعسل بتاع السبانخ، بتخلي السبانخ مسكره اهي. بنمسكها بعد كده الراس بنقطعها بالسكينه كده، نشرخها كده ونبدا بقى نقطع السبانخ. بخلص طبعا الكميه بتاعتي وبقوم على البوتاجاز بنزلها في ميه مغليه. الميه بتغلي ما فيهاش لا حاجه ولا ملح ولا اي حاجه. الميه بتغلي بروح مسقطاها وبالمقصوصه اهبطها فيها، واروح في ساعتها اهبطها فيها واروح مطلعاها في مصفى. معلش التليفون وقع. بروح مطلعاها على طول على ميه ساقعه من الحنفيه. والله يا حبايبي انا جايبه حامل من الحوامل الغاليه المدوره اللي هي العاليه دي، مش عارفه بيسموها ستاند ولا بيسموها ايه، بس سبحان الله ما بحبهاش. من يوم ما جبتها ما استعملتهاش ولا مره يعني. جايبه الحامل ما اعرفش 300 وحاجه وللاسف مش بحبه. فعامله حامل صغير كده، في كانت السبق اللي هي القفص اللي بيحطوا فيه المعالق الخشب ده ما بستعملوش. فروحت عندي معلقتين خشب حطاهم ممكن باينين في الصوره قدام بعضيهم، وبحط التليفون في النص كده وبحطه قدام مني على الترابيزه بصور منه، بحس انه اخف من الحامل الكبير. المهم نرجع بقى للسبانخ. زي ما قلت لكم يا حبايبي الراس ما بتترميش. الراس بنمسكها نقطعها، بتبقى قطع صغيره زي كده اهي. بتقطعي الراس
بالعناقيد بتاعتها بعد ما بتروقيها، وتروحي حطاها في وسط السبانخ كده. ما بتترميش الراس دي هي اللي بتخلي السبانخ معسله. وزي ما قلت لكم لازم السبانخ تبقى طازه، زي ما شايفينها اهي ما شاء الله طازه اهي اهي. بصوا ما شاء الله مصحصحه اهي. برضه هوريكم. بنيجي عند الراس كده اهي، وبقشرها تقشير عادي زي اي حاجه بنقشرها اهي. بنروقها كده ونقشرها نخليها يدوب على اللحم بتاعها الابيض اهي. هعمل كمان واحده قدامكم. انا اصلا مصوره تفريز السبانخ مش علشان ما بتعرفوش تفرزوا بالسبانخ، لا، للناس اللي ما عندهاش فكره وبتقطع الراس بتاعت السبانخ اهي. هعمل دي كمان قدامكم اهي اهي. بنقشر كده. دي الطعم الحلو بتاع السبانخ بيبقى فيها هي ده، زي ما والدتي علمتني يعني، وزي ما انا اتعودت على كده، فلما برميهاش اهي. بعد كده بمسك الراس بقى كده اهي، بشرخها بالسكينه كده اهي، واروح بقى فرماها. وبرده السبانخ يا حبايبي ما بتتقطعش رفيع قوي، لان هي بتستوي وبتتهري، فتبص تلاقي انت بتاكلي مش بتاكلي سبانخ، انت بتاكلي ملوخيه. لا، السبانخ الورقه لازم تكون يعني معقوله، قطعي في المعقول، ما تقطعيش رفيع قوي قوي زي ما بنقطع الخضره، لا، لان دي لسه بتخش، لو هتفرزيها بتخش في ميه مغليه، لو هتطبخيها بتنزل على الدمعه باللحمه اللي عاملاها، ولا شوفي بتعمليها بايه، وبتاخد وقت على ما تاخد غلوتين تلاته معاها، وبعدين تعملي الطشه، فبتاخد موال. فليه ان احنا نرفع الورق؟ لا، في المعقول. شوفوا انا بقطعه ازاي، في المعقول يعني، مش رفيع قوي. طبعا بنستبعد اي ورقه فيها اصفر، او زي ما انتم شايفين الورقه اهو مش رفيع قوي. هكمل بقى الباقي واقوم اسقطه في ميه مغليه زي ما قلت لكم، واطلع من الميه المغليه على الميه البارده تحت الحنفيه. معلش مش هصور لكم حكايه السلق ولا الميه، لان انا ببقى تعبانه لما باجي واقف في المطبخ، فما باخدش الكاميرا معايا. فانا بس بوريكم اهم شيء تقطيع السبانخ ازاي الصح، وان احنا نحافظ على الراس بتاعتها. هكمل بقى مع نفسي وبعد ما اسلقها واحضرها وارجع لكم.